وجدت 3 نساء جزائريات أنفسهن في الصفحات الأولى للجرائد ونشرت الأخبار. احتفلن بالعيد العالمي للمرأة بطريقة غير مألوفة. احتفلن في الشارع متظاهرات ضد إعادة ترشيح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة. الطبيبة المتخصصة في أمراض النساء أميرة بوراوي بدأت مظاهراتها لوحدها في الشارع، ترتدي قميصا مكتوب عليه لا للولاية الرابعة. يشاركها بعض أصدقائها من حين إلى آخر قبل أن تأتيها قوات الشرطة فتعتقلها، تحقق معها ثم تطلق سراحها لتعاود الكرة كلما سنحت الظروف. أنا لست ضد الكشف، ولكن النظام مرض النظام. حركت أميرة بوراوي الرأي العام بكل الاتجاهات. قال ناشطون على الفيسبوك إنها أفضل من 1000 رجل، وقال آخرون إنها مشروع يوليا تيموشينكو جزائري. لكن وككل تحرك من هذا النوع هناك من قال إنها جزء من مخططات لأطراف في السلطة أو أطراف من المخابرات. تكذب أميرة منتقديها بمرارة ثم تواصل المسيرة، مسيرة تكللت أخيرا بتأسيس حركة مواطنة تدعى بركات باللهجة الجزائرية، ما يقابلها في مصر كفاية أو أنف في عدد من البلدان الغربية. أميرة بوراوي اليوم هي رمز من الرموز النسائية اللامعة. مخاض الانتخابات في الجزائر ومعارضة ترشح الرئيس بوتفليقة بسبب مرضه واحتمال أن يكون مطية سهلة لنهب المال العام جعل امرأة أخرى تلتحق بالشارع مجددا وتبرز كمناضلة لا تباع ولا تشترى، مؤمنة بمبادئها ومصممة على إبداء رأيها أيا كانت النتائج. حتى المجتمع مجبر على فتح مجال النضال أمام المرأة. هي حد حزام التي تمتلك جريدة يومية وهي من الصحفيات المخضرمات في الجزائر. الاعتقال ومراكز الشرطة بالنسبة لها أصبحت أمرا عاديا. تظاهرت في وسط العاصمة وتظاهرت بالقرب من المجلس الدستوري، وبلغ احتجاجها ذروته عندما راسلت الرئيس عدة مرات تصفه بالمتشبث بالكرسي والسلطة والحامل عدد كبير من الفاسدين والمنتفعين ضمن محيطه، ثم ذهبت أبعد بإعادتها التكريم الذي منحه إياها الرئيس الجزائري كامرأة لامعة. غير أن ما يبدو تحد حقيقي في وجه نظام الرئيس بوتفليقة والقيادات العسكرية المحيطة به هو تحدي المناضلة العربية الجزائرية التاريخية جميلة بوحيرة، التي كشفت منذ سنوات عن موقفها الرافض لطريقة إدارة شؤون الجزائر. هي اليوم محور دوران الحركات الاحتجاجية وإن لم تنزل بعد إلى الشارع. ومعروف أنها أصدرت عددا من البيانات حثت فيها الشباب على الخروج للتظاهر، وقد منعتها حالتها الصحية من النزول إلى الشارع، إلا أنها نادت مجددا إلى مسيرة كبيرة يوم 15 من الشهر الحالي على أن تكون ضمن المحتجين على رغبة بوتفليقة البقاء في السلطة لولاية رابعة. لا أحد يعرف ما ستؤول إليه الأمور، ولكن الواضح أن حواء في الجزائر هي بصدد الانتقال إلى مساحة أخرى من صناعة التاريخ.